السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا كويسين وبخير يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما تعودنا قبل اي فيديو نترحم على والدي ووالدتي وعلى اموات المسلمين اجمعين. ربنا يا رب يرحمهم ويسامحهم ويغفر لهم ويجعل مسواهم الجنه ويصبرنا يا رب على فراقهم، امين يا رب العالمين. انا عارفه ان المقدمه تبقى طويله جدا جدا عليكم، وممكن في اللي بيقبلها وفي اللي ما بيقبلهاش، بس دي يعني يعتبر صدقه جاريه، يعني صدقه جاريه على روح والدي ووالدتي، ان احنا نترحم عليهم وعلى اموات المسلمين جميعا. فيا ريت ما حدش يتضايق بالله عليكم من الموضوع ده. طب يلا نخش بقى الفيديو بتاعنا ونشوف احنا النهارده هنعمل ايه. النهارده هنعمل فيديو جديد هيعجبكم جدا جدا جدا، بما اننا بقى دخلنا على الصيف. كل سنه وانتم طيبين، فعايزين حاجات كده يترتب على قلبنا. طب هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل ايه يا قمر الكليه؟ عندك كانتالوبايه، طبعا مال السوق دلوقتي ورخيص، مش غالي، ب 25 جنيه الكيلو، مش غالي. هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيها ايه بقى النهارده؟ تعالي دلوقتي نعمل ايه، هنقشرها ونشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض. بس نقشرها الاول. بسم الله. طبعا الكنتالوب كتير دلوقتي في السوق ومش غالي، ب 25 جنيه الكيلو. هاتيه وفرحي عيالك واعملي لهم اللي انا هعمله النهارده. اعمل لهم حاجه هتعجبكم جدا وبتعجب اولادنا ويبقوا دايما عايزين يشتروها من الشارع، فاحنا نعملها بالفاكهه الطبيعيه احسن من ايه، من الحاجات الصناعيه والكلام ده كله. هنعمل ايه؟ خليكي معايا يا قمر انت وهي، ولو وصلتي لغايه هنا اكبري بخاطر اختك كده وفرحي قلبها باللايك بتاعك كده. كل اللي يشوف الفيديو بتاعي يا اخواتي يا قمرات ينزل يعمل لايك على طول. اعملي اللايك كده وايه وسليمه على اختك. تمام. نقشرها كده، تعرفي تقشريها من غير ما تتقطع منك لغايه لما تخلصيها. هوريها لك دلوقتي حالا. قشره تفضلي تقشري كده وما تتقطعش منك. هوريها لك حاجه، بصي اهي. خلاص خلصتها. بصوا تعرفي تعمليها، مش سحر هو ولا حاجه اهو، شايفه؟ بس نشيل بقى ده كده، نرميها ونديها كده شطفه تحت الحنفيه. لازم بعد ما بقشرها وقبل ما اقشرها اغسلها. ما اعرفش اتعودت على كده، ببقى قبل ما اقشرها اغسلها وهي لسه بقشرها. بسم الله. افتحها كده، نشيل بقى الايه، الحاجات اللي جوه ديت. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا عايزه ايه كانتالوبيه واحده، وحسب برضك ايه عدد اسرتك يعني. عايزه تعمليها بواحده، تعملي 2، فبراحتك. يلا يا قمر، يلا يا قمر، قولي بخاطر اختك كده. يلا نجيب بقى ايه. خلاص خلصناهم اهو، شلنا البذر منه. بسم الله. نقطع بقى كده. هو انت جايبه لنا طريقه التقطيع يا حبيبتي؟ والله مش طريقه التقطيع، خليكي معايا لاخر الفيديو واحنا هنعرف دلوقتي هنعمل ايه. هاتيلي الكيس من الظرف. بقول لك اعمل لك حاجه ولادنا كلهم بيحبوها وبيعشقوها. هنعمل ايه؟ نقطعها بقى كده. بعد ما نقطعها كده نقطعها مكعبات اهو. لا مش جايبه لك انا طريقه التقطيع، طبعا كلنا احنا عارفين بنقطعه ازاي. اهو انا عايزه واحده، انت حسب ما انت حابه. عايزه تجيبي 2 3 براحتك. نقطعهم كده. خلاص خلصناهم. ونجيب كيس بلاستيك. يا رب يا كريم. كيس تلاجة، كيس بتحط فيه اللبن اهو كده. خلاص قطعناهم. هعمل ايه دلوقتي؟ هغسل ايديا ونجيب معلقه كده. جبنا كيس التلاجة بتاعنا
ونحطهم في قلب الكيس ده. طب وبعدين يعني استفدنا ايه بقى احنا يا حبيبتي؟ خليكي لاخر الفيديو، ما تستعجليش على رزقي. الكنتالوب وقع وما عجبوش الكلام. بصوا عمال يقع على الخيمه ازاي. واحده سليمه عايزين نقطعها. هاتي السكينه تاني كده يا حبيبتي. خلاص بقى الامتحانات ايه قربت، نخلص الامتحانات بقى وايه ونعمل فيديوهات كتير مع بعض ان شاء الله. الفيديو كده يطول عليكم. احنا خلاص كده يعتبر خلصنا الايه الوصفه بتاعتنا. يا سلام، يعني انت جايبه لنا بس تعملي لنا تقشري لنا الكنتالوبايه وتقطعها لنا مكعبات، يبقى انت كده خلاص خلصتيها؟ لا لا لسه ما خلصتش، بضحك عليكم. لسه في خطوتين تانيين او خطوه كمان. هنهرسها يا حبيبتي. قطعناها كده. نغسل ايدينا تاني. ايديا بقى كلها كنتالوب. يا حبيبتي الوصفه ما خلصتش كده يا اخواتي، لسه بدري. ونروح قافلين عليه. شايفين؟ وهنعمل ايه دلوقتي؟ هندخله الفريزر. طب وبعد ما تدخليه الفريزر يعني ندخله الفريزر وبعد كده نرجع نشوف هنعمل فيه ايه تاني مع بعض. بس اهم حاجه يتجمد معانا. تمام يا قمرات؟ تمام يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. هروح احطه في الفريزر واول ما يتجمد هرجع لكم تاني ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. رجعت لكم تاني اهو بعد ما خلاص بقى الايه الكنتالوب بتاعي اتجمد اهو زي ما انتم شايفين. شايفين؟ بصوا مجمد ازاي اهو. هجيب بقى ايه هشق الخلاط بتاعي. يعني انت في الاخر هتعملي لنا عصير يا بنتي؟ اصبري اصبري كده، استني كده وشوفي اختك هتعمل لك ايه. ده انا هعمل لك عظمه تربي بيها على قلبك وقلب ولادك. بدل ما كل شويه عايزين ايس كريم تنزلي تجيبي، مش انت في الاخر هتعملي لنا ايس كريم؟ هعمل لك ايس كريم بس سهل جدا 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 وسريع وبسيط جدا. مكوناته ايه؟ هو الكنتالوبايه هتجيبيها تقطعيها تحطيها مكعبات كده وتروحي ايه بقى تعمليها مكعبات كده زي ما انا عملت، وتروحي بتاع ده اللهم صل على حبيب النبي وتحطيها في الفريزر. تمام؟ تتجمد زي ما هي كده ما انتوا شايفين اهي. بصوا متجمده ازاي. بعد كده نحط عليها شويه من السكر بس كده. نحط شويه السكر بتوعنا. بسم الله. مش هعمل سموزي، ده انا هعمله ايس كريم. تمام؟ الكنتالوبيه حاسه ان هي مش مسكره قوي فعشان كده بحط شويه سكر حلوين. طب هضيف عليهم ايه كمان؟ هضيف شويه من الحليب مش كتير، هي بتاع ربع كوبايه. تمام؟ ربع كوبايه من الحليب. هضربهم ضربه ولا استنى نحط معلقه من الكريم شانتيه. معلقه من ايه؟ من الكريم شانتيه. تمام؟ بصي سهل وسريع ازاي، مفيش اي افتكاسات ولا اي حاجه. بسم الله. بس كده. هعمل ايه؟ هضربهم بقى في الخلاط ضربه كده حلوه وارجع لكم تاني. خلاص كده ضربته كويس جدا. عايزه اقول لك والله 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 تحفه. بصي تحفه تحفه. بسم الله. طعمه خطير. حاجات طبيعيه مش تلج بقى والوان ومش عارف مين، لا ده حاجات طبيعيه جدا. تمام؟ عايزه اقول لك فظيع فظيع. انت مش هتحسي ان هو فظيع لما تجربيه. جامد جدا 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 جدا. اهو هحطه بقى في الفريزر تاني يتجمد وارجع لكم تاني. بس عايزه اقول لك جربيه والله والله هتعشقيه. ولادك كل يوم هيطلبوا منك تعملوه لهم. طعمه خطير. نغطيه بقى نروح مدخلينها الفريزر ساعه بقى ساعتين تاني يوم لغايه لما تلاقيه اتجمد معاكي. تمام؟ بس الغطا عشان الغطا فيه ميه. احنا حطينا ايه؟ حطينا الكنتالوب بتلج وبعد ما طلعناه حطيناه في الخلاط وحطينا عليه بتاع دوت معلقه من الكريم شانتيه
انا حاطه كان عندي كريم شانتيه خام، لو تجيب حتى اللي هو بيتباع في السوبر ماركت مش مشكله، معلقه منه، وبعد كده تحطي ربع كوبايه من اللبن اللي هو الحليب، تمام، وتضربيهم كويس جدا وشويه السكر وتضربيهم، يطلع معاكي احلى ايس كريم كانتالوب، تحفه تحفه بجد. هحطه في الفريزر بقى، احنا خلاص كده ضربناه كويس جدا، نعمناه وخليناه بقى فظيع تحفه. هروح بقى احطه في الفريزر يتجمد وارجع لكم تاني. يلا بقى نشوف مع بعض الايه الايس كريم بتاعنا التحفه جدا جدا جدا، ايس كريم طبيعي، تمام. تعالوا بقى نسمي الله. رجعت لكم تاني اهو بعد ما خلص الجنب ده اهو، شايفين ما شاء الله عامل ازاي. ايه بسم الله، بصوا، الله 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 الله. طبعا دي بس تتحطش. بسم الله. عايزه اقول لكم تحفه والله، جامد جدا، هتجربيه هتدمنيه. ولادك دايما هيقولك احنا عايزينه، على طول هتعمله لهم. كانتالوب طبعا في السوق، مال السوق، شايفين؟ ايه رايكم؟ هحط لكم واحده كمان. عارفين ولادي قاعدين مستنيينه من امبارح، لان انا سبته في الفريزر يوم كامل. اللايك الجميل بقى، يلا اعملي اللايك لاختك. اللايك بتاعك كده الحلو فين؟ شايفين الجمال؟ تحفه تحفه بجد والله العظيم، جامد جدا جدا جدا. بقى نحطهم كده. عايزه انزلها، بصي ما رضيتش تنزل مدوره، يلا مش مشكله، نشيل بقى كده على جنب. المحلات بيعملوها بميه الاول. بصوا طعمه خطير خطير بجد والله العظيم. بصي جربيه، انا مش عايزه احلف، كل ما بعمل فيديو بحلف كتير، انا مش هحلف لكم بعد كده الا لما انتوا تجربوا وتصدقوا اللي انا بقوله. عايزه اقول لك بجد جامد جدا 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 جدا. جربيه بنفس اللي انا يعني نفس المكونات بنفس المقادير اللي انا عملتها، هيطلع معاكي تحفه 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 تحفه. لو وصلتي بقى لغايه هنا، اجبري بخاطر اختك بالدعوه الحلوه واللايك الجميل، واشتركي في القناه. اول مره بتشوفيني فعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي لي لايكات كتير كتير على قد، وشيري الفيديو على قد ما تقدري. شايفه؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ تحفه تحفه بجد. ايس كريم كانتالوب ملوش حل، شايفين؟ جامد جدا جدا جدا. اعملي لاختك بقى اللايكات الجميله بتاعتكم، وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، واستنوني فيديوهات تانية كتير جايه باذن الله.